اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم في قناتي مطبخ تيستي بيتي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وانا بنضف في التلاجة لقيت شوية الفلفل دول مركونين ونسياهم، كانوا نشفوا ودبلوا كده. خدتهم على الميكروويف ونشفتهم، لازم تنشفيهم لحد ما يبقوا بيتكسروا في ايدك كده، وضربتهم في كبة الخلاط وهعمل بيهم حاجة حلوة جدا. هكمل ضرب بقية الكمية في الخلاط وارجع اقولك هنعمل بيهم ايه. ده يا بنات الفلفل بعد ما فرمته ما تفرمهوش، ما تنعمهوش قوي، خليه فرم خشن كده، خليه شطة خشنة ويكون باين فيها البذر بتاع الشطة وقطع من الشطة كده. دي اسمها الشيلي فليكس، دي اللي بيتعمل بيها أصلا السويت شيلي صوص. هاتي حلة بقى وهنحط فيها كوباية سكر، وبنفس الكوباية اللي عايرنا بيها السكر هناخد كوباية شطة من الفلفل اللي احنا لسه فرمينه، كوباية خل بنفس الكوباية، هحط عليهم نص كوباية مية، وحطي كمان معلقة كبيرة من الملح. هحط معلقة من الثوم المجفف، لو مش عندك توم بودرة أو توم مجفف حطي فصين توم كبار، اهرسيهم كده بالهراسة وحطيهم مع الصوص. قلب بقى الصوص وارفعه على النار لحد ما يغلي. كوباية هجهز معلقة نشا، هحط عليها نص كوباية مية وأقلبها. ادي الصوص غلي كويس جدا، والشطة دابت كلها في الخل وفي المية، والسكر كمان داب. هقلب النشا تاني وانزل بيها على الصوص. عايزة الصوص يتقل معايا، ما يبقاش خفيف كده زي المية. السويت شيلي صوص ده بيبقى تقيل شوية، وهرفعه على النار تاني عشان النشا اللي حطيناها تستوي والصوص يتقل. زي ما انت شايفة كده الصوص غلي وتقل معايا. ممكن تختبريه بصباعك كده. هغرفه بقى في طبق التقديم، وهعبي الباقي في برطمانات واخليه عندي في التلاجة. الصوص ده حلو جدا يا بنات، من اكتر الصوصات اللي بحبها اللي بتيجي مع الاكل الجاهز. زي ما انت شايفة عملناه ببلاش، عملناه بحاجة كنا هنرميها، وفي الايام الصعبة دي يا ريت ما نرميش حاجة، كل حاجة هتلاقي لها حاجة حلوة جدا ممكن تعمليها بيها. لو مش بتحبي السويت شيلي صوص ممكن تعملي بيه دقة كشري او الشطة بتاعة الكشري وتشيليها برضو عندك في التلاجة. هعبي بقية الصوص في برطمان واستنى لما يبرد خالص وبغطيه وبدخله في التلاجة. وده طبعا ادمان مع البطاطس المحمرة، مع الكفتة، مع الكنتاكي، مع المشويات، مع المقليات، مع اي حاجة بتاكليه معاها، انا بحبه جدا. شايفة طالع معانا مظبوط ازاي؟ وعلى فكرة ما بيبقاش حراق خالص، لان السكر بيقلل طعم الشطة اللي كانت في الفلفل، هتلاقي طعمه مظبوط جدا، بيبقى مسكر وحراق خفيف في نفس الوقت. شايفة تقيل وجميل ازاي؟ جربيه وهتدعيلي. وده حبايبي الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو طريقتي في السويت شيلي صوص عجبتك اكتبي لي رايك في الكومنتات، وما تنسينيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناه لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.